السلام عليكم ومرحبا بكم، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. ان شاء الله نتمنى تكونوا صح بخير، لانه صراحه ديجا بدينا نعيا وبدينا نفشلوا. الله المستعان، الله المستعان، خاصه للنساء اللي يخدموا، النساء اللي راهم نهار كامل هما في المطبخ مع الشغل مع الحلويات نتاع العيد، جد جد متعبه. انا اليوم اخترت لكم هذا الصابلي نتاع ذوق الفراوله. يعني انا بزاف نحب الفريز، كما لاحظتوني نحب ندخلها بزاف في المطبخ تاعي، سواء في التحليات او في لي صابلي. اذا الصابلي تاع اليوم بذوق الفريز. نمر المقادير. بسم الله. المقادير اللي عندي 250 غرام تاع مارغرين، عندي نص كاس تاع السكر، نص كاس تاع نشا، بيضه صفار بيضه، وكذلك علبه تاع فلان ذوق الفراوله، فارينه باش نلمو العجين ومرفه صغيره، انت خميره كيميائيه، ورشه تاع الملح. راح تقولوا لي علاه درتي نص كاس تاع نشا، لانه الفلان ديجا راه فيه النشا وفيه السكر، لذلك لازم نقلو السكر تاعنا ونشا. الصابلي هذا ما يجيكمش كامل حلو، يعني يجيكم متوازن. انا يعني من الناس نحب ناكل الحلويات وما نحبش يعني تكون زايده في الحلاوه تاعها، يعني نحبها متوسطه. اذا خفقت هذيك الزبده، يعني ضربتها شويه مليح حتى طلقت روحها مع هذاك السكر، ونضيف بقيه المكونات، البيضه صفار البيضه، الفلون هذاك. كما نعرفوا الفلون فيه بزاف، فيه السكر تاعو يعني خشين، لذلك نحاولوا يعني نضربوه مليح حتى يذوب لنا هذاك السكر، باش ما يجيناش الصابلي هذاك فيه هذيك الحبيبات تاع السكر ماهمش ذايبين. نضيف قطرات من لارون تاع الفريز، يعني باش تجينا النكهه قويه، ونكمل نعجن باللم الخليط تاعي بالفارينه عادي حتى نتحصل على عجين متماسك. كما نقول لكم دائما العجين تاعنا يكون كره وما يلصقناش في اليد. لهنا بعد ما كملت العجين تاعي راح نغطيه بساشي كيما العاده، نخليه يرتاح حوالي ربع ساعه، ونجي لهنا بعد ما مرت ربع ساعه راح نجي لهنا نطبعه الطابع اللي اخترته لكم. انا اخترت لكم الطابع تاع القلب في بدايه الامر. بعد وانا يعني نطبع في العجين جاتني الفكره اني ندير زوج انواع نتاع صابلي، يعني بحشوين مختلفين، بما انه كانت عندي واحد المكونات هكذا راح نشوفوها فيما بعد اللي استعملتها في الحشو. يعني صراحة كان باقي لي يعني من تحليات في تاع رمضان كنت دائما نستعملهم، وكاين بعض الاشياء اللي شريتها جديدة. اذا لهنا النوع الاول اللي طبعته على شكل تاع القلب، يعني الكمية هذه جاتني تقريبا 25 حبة، يعني كمية درتها على شكل قلب وكمية ثانية درتها على شكل دائري. ولا هنا نفوت نخدم معاكم هاد الكريمه اللي تجي بزاف بنينه، اللي نستعملها في الحشو. كريمه تجي بنينه وتجي زاكيه. انا دوبليت لهنا المقادير، حطيت 125 غرام تاع بياض البيض، حطيت 250 غرام تاع السكر ورشه تاع الملح، وراح نضربهم مليح حتى يذوب لي السكر. راح تقولوا لي لهنا السكر بزاف بزياده، هو صراحه يعني الكميه راها مناسبه جدا، يعني البياض نحط له الدوبل تاع السكر. هذه الكريمه هي كريمه سويسريه، راح نشوفوها فيما بعد كيفاه الاضافات اللي نديروها. نخفق هذاك السكر حتى يذوب لي في حمام مائي. ضروري لهنا الحمام المائي لما يكون يغلي بزاف، لهنا نضربوه ونخفقوه مليح بالفوي فقط. يعني ما نستعملوش الباتور باش ما يطلعناش، اصلا ما يطلعناش كي يكون البيض سخون، حتى يذوب لي مليح. لهنا هذه العمليه نسميوها عمليه تعقيم البيض، يعني لما نعقموا البيض بهذه العمليه من جهه يذوب لنا السكر ومن جهه يتعقم لنا، اللي راح نستهلكوه مباشره. يعني الميرانغ هذا مش راح نطيبوه، راح يعني نستعملوه في الكريمه تكون يعني كما نقولوا حنا طازجه. كما راكم شفتوا خفقته مليح لهنا حتى يذاب لي هذاك السكر، ولهنا نجي نطلعو بالباتور حتى نتحصلوا على ميرانغ يعني يكون بهذا الشكل. فيما بعد راح نضيف كميه من زبده اوبلين نستعملوها في الكريمات تاعنا في الحلويات. بالنسبه للكريمه اللي انا استعملت 375 غرام نتاع زبده اوبلين. كما قلت لكم انا نحب نستعمل بزاف الميزان، خاصه في الوصفات تاع الحلويات، هكذا تجيني الوصفه مضبوطه والمقادير، يعني المقادير تجي مضبوطه والوصفه تجيني اذا لهنا نكمل نخفق مليح مليح هذاك بعد ما نضيف الزبده راح يتغير لنا هذاك الشكل شويه مع الميرينغ، راح يجينا كشغل يفصل لنا شويه، كانه يجينا
شغل حليب رايب ولا يطلق لنا الماء شويه، لكن هذاك راح نقولوا باللي في زدتنا لا، حنا نكملوا نخفقوها ونضربوها مليح حتى نتحصلوا على حوالي هنا ديت لي تقريبا 7 دقائق وانا نخفق فيها حتى نتحصلوا على هذه الكريمه، تكون كريمه بزاف متماسكه. شوفوا راها ليس متماسكه، والذوق تاعها كذلك بزاف بنين وما تجيش كامل حلوه. انا من الاشخاص اللي ما نحبش الحلاوه زايده، يعني الحلاوه اللي هنا راها مناسبه جدا. في المرحله هذه راح نزيد كذلك 2 مغارف كبار نتاع بات فروي تاع التوت الاحمر. هذا هذه كنت استعملتها في تحليه في رمضان يعني. لهنا جيت راح نضيف 2 مغارف كبار. كيما نعرفوا يعني فواكه الغابه والتوت هذو يتماشوا بزاف مع الفراز، لذلك انا اخترت ندير بالنكهه هذه. راح نعاود نخفقها مليح. لهنا لما نزيدوا ملون او منكه للكريمه تاعنا كذلك راح نعاود نضربوها مليح حتى كما قلت لكم نحافظوا على هذاك القوام اللي يكون ليس. لهنا نجي نحط في الصابلي تاعي على الاطراف، نحط كوش يعني طبقه يعني مليحه لبس بها. وفي الوسط راح نحشي كذلك حشو رائع ومميز جدا. دوك تشوفوه معايا، شوفوا الكريمه تاعي كيف راها متماسكه، القوام تاعها مليح ليس، ذوق كذلك مميز ورائع جدا. صدقوني هذه الكريمه تجي بزاف بنينه، خاصه اني اخترت لها هذاك الحشو. استعملت حشو كرانشي، شوكولا كرانشي تارتيني، بزاف مليحه وبزاف بنينه. كانت هي صراحه دائما كنت نشريها من قبل بالميزان، دوكا راه تتباع في علب هكذا صغيره يعني متوفره. يعني حاليا الحمد لله يعني كل شيء متوفر اللي تطلبيها تلقايها الحمد لله. كما قلت لكم ميم اني يعني كي شريتها بذوق التوت، نظن ذوق التوت كذلك، يعني جاتني ملائمه جدا مع هذيك الكريمه اللي كنت استعملتها. شوفوا المكونات هذه تاع الصابلي تاع اليوم، يعني كاين نص شريته قبل رمضان، نص شريته درك في العيد، وما كنتش كامل مقرره ندير هذا الصابلي، لكن لما جمعت المكونات جاوني يعني سويسو خرج لي بالصابلي اللي بزاف بنين. كما العاده دائما نحاول نليسي هذاك الاطراف مليح، يعني كيما نقولوا هكذا يجيني الشكل تاعهم مليح. ما نخليهمش يعني فوضويين، هكذا تجيني الحبه تاعنا تاع الصابلي متقونه ومليحه. بعد ما نكمل كامل الكميه او النوع الاول راح نمر للنوع الثاني اللي اخترته لكم، هو الشكل الدائري. كذلك لهنا كما قلت لكم يعني جاتني الفكره اني نحشي بحشو مخالف. بما انه عندي هذيك باس فروي تاع التوت، راح في النص راح ندير هذيك المعجون ولا المربى تاع التوت في الوسط، يعني يجيني كذلك شكل اخر ونوع اخر. يعني نتوما تقدروا تخيرون نوع حشو واحد وتستعملوه في الصابلي تاعكم. هذا ثاني كذلك جا بزاف بنين وجاني يعني ذوق مميز، خاصه في الكلاصاج اللي كذلك كنت جاتني فكره في الاخير اني كلاصيتو بكلاصاج مغاير. دائما بنفس الطريقه نحاول نسقم هذوك الحبات مليحه على الاطراف. كي نعودو نكلاصيو كي نسقمو نديرو هذه الخطوه هذه يعني مهمه وضروري جدا باش تجينا كي نكلاصيو تجينا الحبات تاعنا متقونه. اذا لهنا نمروا للكلاصاج تاعنا اللي اخترت فيه النوع تاع شوكولا ذوق الفريز من نوع لا سافور. فقط الميزان تاعها يعني فيها فقط 200 غرام، والنوع الثاني الوجدان شوكولا بيضاء الوزن تاعها 250 غرام. النوعين في زوج بنين يعني خرجنا الكاطو تاعنا بزاف بنين ورقي. يعني هذه بون كاليتي، يعني سي بور سا الكاطو تاعنا لازم يكون بنين. اذا نتوما تقدروا تستعملوا نوع واحد، تقدروا تستعملوا انا لا كولور هذيك تاع الغاز هذيك ما عجبتنيش، جايه فونسي بزاف، رحت لها ضفت عليها الشوكولا البيضاء وقاعده نخلط باش نتحصل على هذاك الغاز الكلير. لكن يعني كملت كامل الكميه. كنت استعملت نص في العلبه فقط، هي فيها 250 غرام، استعملت نص وذوبتها مع هذيك الغاز، لكن قعدت لي الغاز هذاك قاعد لي فونسي. من بعد واش درت رحت ذوبت كذلك علبه واحده ثانيه، ازدت هذاك النص، زدت نص واحد اخر يعني 250 غرام، عفوا ماشي 250، ذوبت هذاك النص فقط وضفت له لهنا نضيف الغاز في البلون هذاك باش نتحصل على الغاز الكلير، يعني هذاك الغاز بومبي ما حبش كامل يخفف لي اللون. نتوما باش ما يعني تخلط لكمش هذه المراحل، ديروا فقط الشوكولا بيضاء زيدوا لها ملون غذائي تاع ذوق الفريز، تحصلوا على الغاز اللي نتوما تحبوه. هذا مكان انا وشنو كما قلت لكم هذه النوعيه تاع الشوكولا تعجبني، وديجا كانت عندي هذيك الشوكولا تاع الفريز من قبل وجاتني قليله على بها، يعني زدت لها هذاك
الشوكولا البيضاء ميم الغوز تاعها جاي فونسي بزاف. لهنا كيما قلت لكم راني تحصلت على هذا الغوز الكلير، راح نديرو في الشكل الاول في النوع الاول تاع القلوبه، والشكل الثاني راح نقلاصيه بالنوع الثاني كيما قلت لكم في الاول. يعني ذوقين مختلفين وشكلين مختلفين. نعاودو نكلاصيو في الحبات تاعنا. نستعمل انا دائما هذه الطريقه تجيني بزاف يعني سهله وعمليه، يعني ما تمرمدنيش بزاف. كذلك نحاولوا نخبطوهم مليح باش يعني تنزل لنا اكبر كميه من الشوكولا، يعني ما تجينيش طبقه كيما نقولوا حنا كثيفه من الفوق، كثيفه. هذه طريقة ثانية نحب ثاني نستعملها، انه لما نحط الحبة فوق البابي هذاك نحاول دائما يعني قبل ما تنشف يعني نحركها من بلاصتها باش ما تجينيش من تحتها، تجيني يعني الشكل تاعها المنظر تاعها ماشي مليح، ويعني بلا ما نفينيها راح تجيني الحبة تاع الشوكولا من تحت، الحبة تاع الصابلي عفوا من تحت تجيني مفينية عادي، يعني تتمسح لي في البابي هذيك. اذا نمر لهنا للنوع الثاني كيف راح نكلاسي. كيما قلت لكم قعدت لي هذيك الشوكولا الغوز هذيك، واش راح زدت لها الشوكولا هذيك نتاع الكرنشي هذيك اللي ما قلت لكم تاعتيني هذيك اللي استعملتها في الحشو الداخل، يعني استعملتها في النوع الاول. زدت ضفت نص في الكميه هكذا باش نتحصل على هذا الشكل تاع الحبيبات الشوكولا من فوق، يعني كشغل تجيني في روروشي من فوق. عجبتني بزاف بزاف هذه الفكره، ميم الطعم رائع، ذوق شوكولا الكرنشي هذيك بزاف بزاف بنينه، صدقوني جا ذوقه اروع ما يكون، جا صراحه بزاف بزاف بنين. ميم الشيكولا كي استعملت الكلاصاج هذا جاني يعني الكاطو هذاك جاني طري، الشيكولا هذيك ما جاتنيش يابسه كيما الشيكولا هذيك اللي نستعملوها عادي، جاتني يعني طريه نوعا ما، ماشي طريه يعني تسيح كما راكم تشوفوا. هذا النوع الاول. النوع الثاني كما قلت لكم ما تجينيش يابسه في نفس الوقت ما تجينيش طريه يعني تسيل، تجي الذوق تاعها بزاف بزاف مليح، لانه الكرنشي هذيك عندها واحد الذوق واحد الرائحه، صدقوني غير المطبخ كامل تعبى برائحه الكرنشي هذيك الشوكولا هذيك. المهم هذا هو الصابلي، هذا هو يعني الديزاين الاخير ولا التزيين الاخير الصابلي تاع اليوم. حطيت كان عندي هذاك الترانسفير كذلك ذوبت شوكولا في الغاز، لونتها بالغاز كلير، ودرت الترانسفير هذاك في التزيين تاع الصابلي النوع الثاني اللي قلت لكم ما كنتش كامل، يعني في الاخير يعني احيانا وحنا في الوصفه تجينا هذيك الافكار ونحاولوا يعني نطبقوها على الوصفات تاعنا. واخيرا هذا هو شكل الصابلي تاع نهار اليوم، ذوق رائع، ذوق الفريز بحشو كذلك مميز، يعني صراحه الحشو من اروع ما يكون. نتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفه تاع اليوم، نقول لكم ما تنسونيش بجيم وتعليقاتكم اللي تشجعني بزاف بزاف رغم التعب، نحاول نقدم لكم وصفات تنال اعجابكم. البنات اللي راهم مشتركات في القناه وما يلحقوهمش وصفاتي نقول لكم فقط عاودوا فعلوا هذاك الرمز تاع الجرس باش يلحقكم كل ما هو جديد. نقول لكم بقاو على خير، تهلاو في رواحكم ومع السلامه.